بص الراجل الجميل ده حاول يتمرن بال200 كيلو أكتر من محاولة، وكاتب تحت في اللاين إن الاستمرارية هي المفتاح للنجاح. ولكن أنا عندي مشكلة مع اللاين أو الجملة ده. لو جينا نتفرج على الفيديو في كل تكنيكس معايا هتلاقي كل مرة التكنيك بتاعه بيختلف، كل مرة التكنيك بتاعه بيتحسن. مرة عدل رجليه، مرة عامل ارشنج، مرة ظبط الالبو تاكت بتاعه، مرة ظبط الارشنج تاني، مرة حاول ان هو ينزل تي تي. فهو عدل كتير جدا في التكنيك. فانا ضد فكرة ان الاستمرارية هي الحل، ولكن الاستمرارية بذكاء، الاستمرارية بخطة، الاستمرارية بتحليل الاداء للتمرين بتاعك وتحليل النتائج بتاعتك، وانك تمشي بخطة سواء بلوك بريديزيشن، سواء بتمشي بلينار، او سواء بتمشي بكونجيجيت، او سواء بتمشي بروجريسيف اوفرلود. المهم انك ماشي بخطة معينة ليها هدف في النهاية انك توصل لبي ار جديد. فمش دايما الاستمرارية هي الحل، لا، الاستمرارية بذكاء هي حل نجاح اي حاجة. متنساش تعمل لي فولو.